هي بنغازي إذن ساحة المعركة التي انجلى غبارها. في الصباح الباكر وتحديدا في 6 صباحا بالتوقيت المحلي كانت البداية وفقا لرواية الثوار. قصف براجمات الصواريخ والمدافع قادم من الغرب دهم السكان في وسط المدينة بعد أن دخلت كتائب القذافي منطقة الكوارشة. حسب رواية الثوار فإنهم تركوا الكتائب تتقدم داخل المدينة التي يسكنها نحو 3/4 مليون نسمة. التالي كان كمينا، حيث أحكموا الثوار قبضتهم من الخلف والأمام على ما تقدم من كتائب القذافي التي تخفى بعض أفرادها في ملابس وسيارات مدنية وهم يتقدمون إلى داخل المدينة الاستراتيجية التي توصف بعاصمة الشرق الليبي. وبعد معركة شرسة سقط فيها قتلى وجرحى، استولى الثوار على راجمة صواريخ تعمل بالرادار و3 دبابات فضلا عن عربات مصفحة، وأسروا مجموعة من أفراد الكتائب بينهم مرتزقة أفارقة. ويبدو أن كتائب القذافي لم تتعلم درس الهجوم الأول جيدا كما يقول الثوار، فعاودت الكرة مرة أخرى في 10 صباحا، لكن تم دحر الهجوم الثاني ومطاردة الكتائب حتى منطقة جاروفة التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من بنغازي. الثوار قالوا إن تبعات المعركة لم تنتهي بعد، حيث يجري حصار مجموعة من فلول الكتائب في مبنى مدرسة خارج بنغازي، وتحديدا على الطريق المؤدي إلى أجدابية. الثوار أشاروا إلى أسر مصور للتلفزيون الرسمي الليبي التابع للقذافي. مصادر المستشفيات قالت إن 20 شخصا من المدنيين وطرفي القتال لقوا مصرعهم، فيما أصيب 24 آخرون. المثير أن رجال القذافي أنكروا مهاجمة بنغازي رغم آثارهم التي تدل على هويتهم. محللون عسكريون اعتبروا صد هجوم كتائب القذافي قبل بدء التدخل الدولي شبه انتصار في ظل حالة عدم التكافؤ في القوة والعتاد بين الجانبين. نجح الثوار في اختبار قوي، فهل يعاود جنود القذافي استهداف المدينة التي يتنفس أبناؤها نسيم الحرية؟ من ناحية أخرى قال أحد الثوار في مدينة بنغازي الليبية إنهم غنموا عددا من السيارات التابعة لكتائب القذافي بعد كمين نصبوه لهم